مجموعة من الطلاب المسلمين من جنسيات مختلفة مبتعثين للدراسة في إحدى الدول الأوروبية، وفي إحدى المحاضرات دخل عليهم عميد الكلية وأخبرهم أنه راح يزورهم وفد من الكنيسة. دخل القس ومعه أعضاء الكنيسة، انتظروا حتى انتهت محاضرة الدكتور المحاضر، وبعدها توجه القس إلى منصة الدكتور وتكلم عن العلم. وبعد ما انتهى قال: أبغى أسأل الطلاب المسلمين بعض الأسئلة. طرح القس السؤال الأول، يقول: جاء في قرآنكم أن محمد أسري به في ليلة واحدة من مكة إلى فلسطين، وعرج به من الأرض إلى السماء السابعة، وعاد في نفس الليلة. كيف يحدث هذا وأنتم تعلمون بعد المسافات بين الأرض والسماء وبين كل سماء وسماء؟ أجيبوني يا من تؤمنون بهذا الكلام. قام أحد الطلاب بكل ثقة وإيمان وقال: أيها القس، أنا سأجيبك. قارئ الأخبار في إذاعة لندن قبل أن يكمل الكلمة الواحدة من الخبر وهو في وسط لندن يتلقاها في جزء من الثانية مستمع آخر في أقصى الشرق أو الغرب. فإذا كانت هذه قدرات الراديو وهو من صنع مخلوق آدمي، فكيف بقدرة الخالق جل وعلا الذي هو على كل شيء قدير؟ اندهش القس والحضور من الإجابة، واكتظت القاعة بالتصفيق للطالب لأكثر من 10 دقائق متواصلة. أراد القس اللئيم أن يعجز هذا الطالب المغوار عن الإجابة بسؤال آخر خبيث حسب ظنه. قال: عندي سؤال ثاني. قال الطالب: تفضل. قال القس: إذا سقطت طائرة في المحيط الهادي وفيها مئات الركاب وماتوا جميعا، ووقع حادث قطار في نفس الثانية وفيه مئات الركاب في إحدى المدن الصينية، كيف يقبض ملك الموت أرواحهم في نفس الجزء من الثانية مع تباعد المسافات وكثرة عدد الوفيات في نفس اللحظة؟ أجبني، وإن لم تعرف فلتجلس وليقم أي طالب منكم يؤمن بهذا الكلام. ضحك الطالب بكل استخفاف واحتقار للقس وقال: سأجيبك أيها القس. هذه المدينة التي نحن وأنتم فيها الآن كم فيها من مصباح كهربائي مضاء؟ قال القس: فيها مئات الآلاف، بل ربما ملايين المصابيح المضاءة. قال الطالب: أليس مفتاح واحد صنعه مخلوق آدمي يطفئها كلها في جزء من الثانية؟ قال القس: بلى. قال الطالب: فكيف بملك يرسله الخالق جل جلاله لقبض أرواح من حان أجلهم من المخلوقين؟ ثم تلا الطالب قوله تعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فدوت القاعة بالتصفيق مرة ثانية. وبعد هدوء القاعة قال القس: المسيح أطهر من نبيكم. قال الطالب: ليش؟ قال: لأن المسيح لم يتزوج ومحمد تزوج النساء. قال الطالب: هل أنت متزوج أيها القس؟ قال: لا، لأن الزواج نجاسة. قال الطالب: أيها القس، أنت لم تتزوج لأجل الطهارة، يعني عشان تكون طاهر، وأنتم أيها النصارى تقولون وتؤمنون في دينكم الزائف أن الله الواحد الأحد الفرد الصمد تزوج من مريم، فهل أنت أطهر من الله؟ فقال القس: يا بني، والله لقد قلت الحق ونطقت الصدق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنهض الطلاب من أماكنهم وحملوا زميلهم على أكتافهم وهم يرددون: لا إله إلا الله.